السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مبارك علينا وعليكم بإذن الله. النهاردة الفيديو مختلف. أنا مش بحب أعمل إعلانات، بس ده إعلان بس حب في صاحبته. إعلان عشان أنا بحب صاحبته في الله بدون أي مقابل. أول حاجة أنا بتكلم على أخت جميلة صغنونة اسمها سارة حارس. سارة حارس بتعمل حاجات هاند ميد، ومن ضمن الحاجات الهاند ميد دي اول مرة شفتها كانت بتعمل تيجان من الكروشيه او التريكو. كروشيه من الكروشيه، وكانت لابسة تاج على راسها على الحجاب، كانت زي القمر. بصي انا هلبسكم اوريكم. كانت لابسة تاج كده، وكانت قاعدة في اللايف بتشتغل، فالمنظر عجبني ولقيتها حاجة جديدة، شايفين؟ فلفتت نظري، فعجبني الموضوع، بس عديته يعني، مشيت كده وقلبته بتاع وخلاص. تاني مرة لقيتها برضو سبحان الله، برضو طلعت لي تاني. كنت لسه ما عملتلهاش متابعة ولا حاجة، بس لقيتها بقى المرة دي عاملة تاج بعلم مصر، وانا بضعف جدا قدام علم مصر على فكرة. يعني لقيتها لابسة التاج ده، بس يا جماعة تحفة تحفة بصراحة. انا بحب علم مصر قوي عشان بيفكرني بالمدرسة وبتحية العلم، وانا كنت انا اللي بطلع حي العلم، فليه عندي ذكرى حلوة قوي. انا بحاول بس اظبطه. بصوا، انا لقيتها لابسه العلم ده وقاعده شغاله كده في اللايف وبتاع، فشدني قوي ودخلت. ما قدرتش بصراحه، ما قدرتش اقاوم. دخلت عملت معاها اوردر، و قلت لها لا انا عايزه من التيجان ديت، وخدت منها كمان كميه عشان في حاجه كده قدام ان شاء الله ناوي عليها، فعملت حسابي عليها يعني. فخدت منها، وخدت منها الازرق ده برضو عشان كان لقيتها برضو لابساه في مره، اول مره شفتها لابساه كان حلو. لابساه تقريبا على حجاب ابيض، فكان شكله تحفه يعني. فخدت منها التيجان ديت، وقلت لها ايه، لا انا يعني انتي احلى حاجه عملتيها هو علم مصر بصراحه. طبعا هي بتعمل كل البلاد، تعمل كل اعلام البلاد، بس طبعا حبيبتي مصر فلازم اخد العلم بتاعها. هي بقى يعني احنا من ساعتها اتصاحبنا، تمام، بعديها اتصاحبنا، وبقت يعني بعتبرها زي بنوتي الكبيره. فجت في مره فاجئتني وبعتت لي الشنطه دي. عديتها الكلام ده من فتره طويله يعني هي هتتفاجئ جدا ان انا دلوقتي في الموضوع. يعني انا معاها واعرفها من يعني اكتر من سنه او سنتين، مش فاكره بالظبط، بس اكتر من سنه، لا سنتين تقريبا. فبعتت لي الشنطه الجميله دي من سنتين تقريبا. بصوا، تحفه تحفه. هي هاند ميد طبعا، طبعا هاند ميد. انا والله لسه ما استعملتهاش يعني، انا شلتها في كيسها لغايه دلوقتي ما جيتش جنبها يعني، من حلاوتها انا مستخسره اتعامل بيها، خايفه عليها اهي. وده ده اسمها، تمام. هعمل لكم ليها منشن على الفيديو، واللوجو بتاعها اهو برضو الحارس، وهي اسمها سارة حارس. هتلاقوها على السوشيال ميديا، لو عملتوا سيرش عليها هتلاقوها. وهكتب لكم برضو الواتساب بتاعها وكل تفاصيلها، لو انتوا عايزين تشتروا منها حاجه تخشوا تتفرجوا. عندها طبعا حاجات تحف، لكن انا بحب الحاجات الساده قوي، فعشان كده يعني جميله يعني. بعتت لي حاجه زي كده. اوكي، دي كانت اول حاجه.
يمكن تقريبا ده كان مع الاعلام، مش فاكره بالظبط والله، بس هو من فتره طويله. جت بعد كده بقى فاجئتني بشنطه حلوه قوي. هي شنطه كان ليها قصه كده، هي حكتها لي، بس انا مش لازم تعرفوها يعني، مش لازم احكيها لكم كلها. بس بعتت لي الشنطه دي. بصوا، طبعا انا دايما بحب الغوامق او يعني ابيض اسود كده، يعني مش بحب الالوان المبهرجه او كده. بس لما بعتت لي دي لونها عجبني قوي، يعني حسيت ان هي فيها كده بهجه حلوه قوي. وبصراحه انا مطلعه عينها، مطلعه عين الشنطه دي، مطلعه عينها بجد يعني. استعمال كتير 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 من ساعه ما بعتها لي، فرحت بيها قوي قوي، مش عارفه ليه يعني. عارفه، حسيت ان هي مبهجه كده وجميله ومود جديد وتغيير، فحبيتها قوي. برضو اللوجو بتاعها اهو. هي الشنطه دي بقى لسه قريب، لكن الحاجات دي بقى لها فتره. بس فهي ما شاء الله عليها، بتعمل كل حاجه، بتعمل كل حاجه بالكروشيه. ممكن تعمل حتى مفارش السرير تعملها، كل حاجه، انت كل حاجه تتخيلوها ممكن تعملها. بص ده يجنن، ده تحفه ان شاء الله. ف يعني اللي حابب يخش يشوف عندها، عايز شنط، عايز التجان، عايز مفارش، بتعمل مفارش سفره، مفارش سرير، بتعمل حاجات كتير قوي بالكروشيه، واسعارها حلوه جدا جدا جدا. ف يا رب يكرمها ويسعدها ويوفقها ويرزقها، واشوفها اجمل بنوته واسعد بنوته، ويبارك لها في اولادها، واشوفها دايما سعيده ومرتاحه البال ومرتاحه القلب، ويكرمها باكتر ما بتتمنى من خير وسعاده. بجد يا ساره انا بحبك في الله، ربنا يسعدها ويكرمها، ومش عشان الهدايا، لا، عشان هي انسانه فعلا جميله وتتحب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.